السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم فيديو جديد. معكم كوتش مريم الوافي ومرشدة نفسية في نفس الوقت. أهلا وسهلا كاع الناس اللي التحقوا معنا القناة ديالنا في اليوتيوب، مرحبا بكم. هذه القناة ديالكم، قناة اللي إن شاء الله كنخدموا فيها على تطوير الذات، على أننا نزيدوا القدام نطوروا من راسنا، وعلى أننا نتخلصوا من الأفكار اللا تكيفية والمعتقدات اللا تكيفية اللي كتكبر معنا مع الأسف الشديد، اللي كنكونوا تبرمجنا عليها من الطفولة ولا من المدرسة، من الشارع، من الإعلام، وكتأثر على حياتنا. الحمد لله حنا فاتحين الدورة ديال التعافي من صدمات وجروح الطفولة، تسجلوا بزاف النساء، ولقيت بأن معظم الحاجة اللي علاش كتقلبي، لأن ضروري خاصو يكون هدف باش نوصلوا للنتيجة. ما كاينش نتيجة بدون هدف، خاصو يكون عندنا هدف اللي كنخدموه وكنشتغلوا عليه، سواء في الدورات سواء في الجلسات الفردية، ضروري ما كيكون هدف. لقيت بأن معظم الناس أو معظم السيدات كنقلب على السلام الداخلي. السلام الداخلي واحد الكلمة كبيرة، لكن انا اليوم بغيت نقول لك باش تعرفي شنو هو السلام الداخلي، ولا بغيتي بصح توصلي للسلام الداخلي، خاصك بالبدايه تعرفي شنو هو السلام الداخلي. واكثر حاجه ممكن نعرفوا بها السلام الداخلي يعني من خلال الضد. قال لك اكثر حاجه باش تعرف الشيء هو بالضد ديالو، بالنقيض ديالو. السلام الداخلي ما يمكنش يكون عندك سلام داخلي شنو اللي ضده؟ التعلق بالناس. كنتعلق بالناس سواء في علاقات عاطفيه، سواء متعلقه بولادي، متعلقه بوالديا، متعلقه بخدمه، متعلق بسيارتي، متعلق باكسسوارات عندي، بحوايجي. لا، ما يمكنش نحصل على السلام الداخلي وانا عندي تعلق. والتعلق فيه انماط، يعني النمط الامين والنمط الغير الامين، والنمط الغير الامين فيه كذلك انواع. حنا ما كنتكلموش على التعلق الامين، كنتكلموا على النمط الغير الامين اللي فيه جوج انواع، اللي هو يا اما داك الانسان النمط اللي كيكون خائف بان الناس يخسروه فبالتالي كيولي متوتر، او النمط الاخر ديال التجنبي، يقول لك انا متجنب الناس، هو راه ماشي ثقيل ولا داير فيها واعر، لا هو اللي كيكون واقع هو عنده تعلق تجنبي. من الامور الاخرى اللي ما يمكنش تتلاقى مع السلام الداخلي هو جلد الذات. كنلقى معظم النساء اللي كنخدم معاهم، ولا على العموم معظم الناس اللي كنشتغل معاهم، كنلقى عندهم مشكل ديال جلد الذات. كتلقى راسها كتبدا تجلد راسها على خطأ وقع في الماضي، ولا على قرار، ولا على كلمه. بعض الاحيان كتلقاها كتجلد راسها على شي حاجه، هي شي جواب ما عرفتو حتى جات مثلا المنزل، فكتقول علاش ما قلتش هذا الجواب وعلاش ما قلتش هذا الجواب، ولا كتوقع في جلد الذات. الا انت اليوم ما قدرتيش بانك تكوني رحيمه براسك، ما قدرتيش بانك تطبطبي على راسك، ما قدرتيش بانك تحضني راسك، اش كتسناي من الاخرين؟ كتسناي من الاخرين بانهم هما اللي يعطوك ويرحموك ويتعاملوا معك بلطف. لا، كنتعامل انا في البدايه مع راسي، ما كنوقفش، ما كنطيحش في جلد الذات. كاين فرق بين تانيب الضمير وجلد الذات، وهذه المساله تكلمت عليها بزاف المرات. كذلك ملي كنتكلموا على السلام الداخلي، حنا كنتكلموا على ان السلام الداخلي ما يمكنش يتلاقى مع ماذا؟ ما يمكنش يتلاقى مع التفكير في الماضي. كنبقى سجينه ديال الماضي، بجراح الماضي، بآلام الماضي. كنقول لك شوف، هو الماضي ماشي قومه وغيتمسح. في رحله التعافي ولا التغيير ما عندناش قومه غادي تمسح لينا الذكريات ديالك، لا، لان هذا نوع من الامراض عافانا وعافاكم الله. ولكن اللي كيوقع عزيزتي المستمعه، اللي كيوقع هو انه كنبدا ننظر للماضي واحد النظره مختلفه، كنبدا ننظر للوقائع اللي وقعت لي في الماضي واحد يعني كاني كنغير النظارات اللي انا لابساهم. فانا اليوم الا كنظر للماضي هو سبب مشاكلي، وكنعتبر هو الشماعه اللي كنرمي عليها كاع المشاكل ديالي، لا، كنعاود نصيغ او كنعاود بانني نغير نظرتي تجاه الماضي. كيفاش هادشي؟ اكيد ماشي حل سحري، اكيد محتاج خدمه. هو انني كنخدم على هذه المساله. اول حاجه هو انني كنبوح بعدا بالحوايج اللي ضروني. شنو ضرك في الماضي؟ شنو المك في الماضي؟ في اي نقطه في الماضي انت بقيتي عالقه وما قدرتيش بانك تزيدي لقدام؟ في طفولتك، مرحله مراهقتك، مرحله في اي مرحله انت ما قدرتيش بانك تتجاوزي الماضي. هذه اللي اكيد خاصها خدمه. داكشي علاش ملي كنفتحوا الدورات مثلا ديال التعافي من الصدمات وجروح الطفوله، حنا كنخدموا على هذه المساله، كنخلوا داكشي يطلع. لابد ما يطلع، لان بعض الاحيان حياتنا كتكون كيفاش دايره. دائما عندي واحد التعبير داير بحال المياه الراكده، يعني كتبان لك من الفوق، كتبان لك كل صافي مقاد. اين فوا كتدخل في علاقه، ولا اين فوا كتولي ام، ولا كتولي اب، ولا كتدخل في علاقه عاطفيه، ولا ديك العلاقه كدير بحال ديك العصا اللي كتحرك ديك المياه. اين فوا كتحرك ديك المياه الراكده كيخرجوا الامور اللي عالقه
في القاع، بالتالي كتكون امور غير مرغوبه غير محبوبه، امور اللي كتقول واه هادشي انا كان واقع ليا. نعم كان واقع لك، ومع الاسف شنو كيوقع؟ كيخرجوا في العلاقات بالدرجه الاولى في العلاقات، او ملي كتولي ولا. فهذاك الشيء علاش لابد اليوم اي واحد كيسمعني باقا غير متزوجه ولا غير، لابد ما تخدم على جروح الطفوله، الا غيخرجوا لك في العلاقه الزوجيه ديالك. او شريك الحياه كيكون هو داك المرآة اللي كيعاود يعكس الامور اللي حنا كنا رافضينهم في والدينا بالدرجه الاولى، فكنلقاوهم في شريك الحياه، او الامور اللي حنا كنكونوا رافضينهم كنعيدوا التكرار ديالهم مع الاطفال ديالنا بدون وعي. مساله اخرى هي الخوف من المستقبل. كيفاش انت بغيتي تكوني عندك واحد السلام الداخلي وانت كتخافي من المستقبل؟ انا خايفه شنو غيوقع غدا، والخوف بين قوسين هو اللي كيسيطر على كاع المشاعر. خايف بانني نبدا من جديد، خايف ان ندخل في علاقه، خايف ندير مشروع، خايف بانني، خايف من ماذا؟ خايف من المجهول. فالانسان دائما كيخاف من المجهول. ولكن علاش انا بغيت نضخم هذا المجهول وانا مازال ما عشتوش؟ المستقبل شنو؟ المستقبل هو مجهول، انا مازال ما شفتوش ما عرفتوش. واكثر حاجه نطبطب عليك بها هو ان ما الذي يضمن وجودك في المستقبل وانت خايفه منه؟ هل انت متاكده لهذه الدرجه بانك غتكوني في المستقبل؟ الا قلت لك اعطيني غير نسبه 0.01% بانك غتكوني في المستقبل، غادي تقولي لي ما نقدرش ناكدها لك، لان فريمون ما تقدريش تاكديها ليا. علاش؟ لان الانسان هو كيملك كل نهار، داك النهار كنعيشو كنعبد فيه الله سبحانه وتعالى، كنحاول بانني ندير فيه الامور اللي تقربني نصلح ما نلقى ما نصلح، ونحاول بان كتكون هذه هي حياتي. ماشي انا خايف من غدا. معظم المخاوف ديالنا 99% ديال المخاوف ديالنا ما كتوقعش، ولكننا كنعيشوا الالم ديالها. انا خايف بان ولادي يوقع لهم كذا، ولا انا خايف بان نكون ندير حادثه، فانا كنعيش لان الدماغ ديالنا ولا اللاوعي ديالنا، حيت عندنا الوعي واللاوعي، وهذه سبقت وتكلمت عليها في بزاف ديال الفيديوهات، بان العقل اللاوعي ديالنا ما كيفرقش بين الخيال وبين الواقع. فالحاجه اللي عطيتيها ليه كياخذها وكيشدها وكيامن بها. واكبر دليل هو ملي كتكوني كتفرجي في شي فيلم. علاش كتاثري وانت عارفه غير فيلم؟ علاش كتبكي وتعيشي مع القصه؟ علاش كتاثري؟ علاش؟ لان العقل اللاواعي ديالك وصلوا مشاعر حزن، وصلوا مشاعر فرح، فما كيفهمش بانه هذاك غير فيلم. لكن العقل الواعي ديالك فاهم فيلم، ولكن راه الذي يؤثر على الوعي ديالك هو اللاواعي. فانت اليوم باغا توصلي لسلام داخلي وباقي عندك جلد الذات، كتلومي راسك جلد، راه كاين اللي هز عصا وكيجلد في راسو. او انت اليوم بغيت توصلي لسلام داخلي ومازال كتعاني من التعلق، تعلقي بجاره، تعلقي بصديقه، تعلقي بابن، تعلقي. من تعلق بشيء عذب به كما قال ابن القيم رحمه الله عليه. والله سبحانه وتعالى يغار على القلوب ديالنا، بالتالي لا ما نعلقوها الا بخالقها. نكون رحيمه مع راسي، نطبطب على راسي، ونعرف بانني انا انسانه غادي نخطا. كما قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التواب. يعني انتهت المساله، انت كتخطئي، ولكن هذا ما كيعنيش بانك تبقاي في الخطا. كنخدم على راسي، فبالتالي ماشي لا طحت صافي راه نهايه العالم، ماشي نهايه العالم عزيزتي. وما نبقاش عايشه في الماضي. وباش نقدر نتخلص من الماضي، نعطيك مثال. لو انت اليوم واقفه قدامي وطلبت منك واحد التمرين انك تمي غدا للقدام، غتقولي انا بغيت نركز على المستقبل، بغيت نركز على حياتي القدام، ولكن ظهرك العنق ديالك دائما كيشوف اللور. ما يمكنش تمشي للقدام وانت كتشوفي اللور، ما يمكنش، لان غادي يوقع واحد الزعزعه وما تقدريش توصلي للهدف اللي انت بغيتي. فاليوم الا بغيتي توصلي لسلام داخلي، خدمي على هاد الامور، اعتبريهم من الاولويات ديالك. والاولويات ديالك بداي براسك، قولي شنو انا محتاجه. تخلصوا من الافكار اللا تكيفيه، المعتقدات اللا تكيفيه اللي تبنيتوها بسبب الطفوله ديالكم، مدرسه، شارع، اعلام. ما تخلوش الناس هما اللي تسيركم في حياتكم. عرفي شنو بغيتي، وراه ماشي اي معتقد راه هو الحقيقه اللي انا خاصني نامن بها. مثلا كاين معتقد ديال انني انا اللي قلت لا راه كلمه عيب. لا، عمر لا ما قالت ما هي كلمه قدحيه ولا هي كلمه مشينه. كلمه لا هي كترسم حدود صحيه. كان هذا الفيديو قصير معكم، ما بغيتش نطول عليكم، باش نفهموا شنو هو السلام الداخلي. واكثر حاجه نفهموا بها السلام الداخلي هو النقائض ديالو. ان فوا نبعدوا على الامور اللي ضده غادي نوصلوا للسلام الداخلي. تبارك الله عليكم. كانت معكم الكوتش مريم الوافي، ونلقاكم في فيديو جديد باذن الله تعالى.